تعالوا اكلمكم عن اول تجربة ليا في الشغل في روسيا. وظيفة الاسترويكا بالروسي او عامل البناء بالعربي. الوظيفة ديت مش محتاجة لغة روسي خالص، والشغل باليوم وكمان بيتحسب لك بالساعة. متوسط فلوسها من 1200 روبل ل 1600 روبل في اليوم، يعني الساعة من 130 روبل ل 180 روبل. وفي العادة بتشتغل من 8 الصبح لحد الساعة 5 بالليل، ولو اخدت راحة او قعدت شوية فوقتك هينقص فالفلوس هتنقص. هو الشغل على بعضه لازم تشتغل يوم على بعضه من 1200 ل 1600 روبل، فهو بيحسب لك الساعة 130 ل 180، علشان لو انت ريحت ولا عملت حاجة قعدت بقى ما اشتغلتش هيتخصم لك بالساعات. بصراحة تجربتي كانت متعبة جدا جدا جدا، بس اديني اكتسبت خبرة وجربت حاجة جديدة، وكان السبب الرئيسي ان انا اجرب التجربة ديت ان انا احكيها لكم يا جماعة. باختصار كده احكي لكم اللي حصل يوميها. كان في طوب وشكاير مليانة طوب في الدور ال 23، يعني برج في الدور ال 23، والجو طبعا انتوا عارفين روسيا، فالجو كان برد جدا وهوا جامد، والجو برد جدا جدا، وكمان المبنى عند النهر، يعني انتوا عارفين بقى الهواء عامل ازاي والبرد. وكان لازم ننقل الطوب والشكاير دي من الدور ال 23 للدور ال 22 علشان الاسانسير في الدور ال 22، فكان لازم ننزل السلالم عشان نوديها هناك، وبعدها نحمل الحاجات ديت في الاسانسير، وبعدها ننزلها تحت ونحطها في الشارع، وبعدين في عربيه كبيره، عربيه نقل كبيره، هنحمل الطوب والشكاير ديت على العربيه. الكميه ما كانتش قليله خالص، والاوزان عمرها ما كانت خفيفه. الطوبه الواحده ممكن تقول عباره عن 30 ل 80 كيلو، كمان كان في طوب بيشيلوا 4 عشان نعرف نشيل الطوبة. والشكارة اللي محملة طوب ديت كان فيها تكسير طوب، كانت من 10 ل 30 كيلو، يعني خفيفة شوية، بس كان برضه في شكاير كان بيشيلها 2. والكمية ما كانتش قليلة، ممكن نقول الطوب كان 50 ل 60 طوبة ده تقريبا، والشكاير ما كانتش اقل من 300 شكاره. بس طبعا عدد كبير اللي بيشتغل، احنا كنا 8 رجاله 8، فاشتغلنا من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 5 بالليل، من 8 ل 4 ننزل في الشكاير وننزل في الطوب، ومن 4 ل 5 بنحمل ده كله من الشارع للعربيه النص نقل. من 8 ل 4 بننزل في الشكاير والطوب من الدور ال 23 ل 22، بعدين في الاسانسير، بعدين في الشارع، ومن الساعه 4 ل 5 بنحمل ده كله في العربيه النقل. واليوم بتاعنا خلص على كده، بس في برضه شكاير كتيره وفي طوب كتير، ده للناس اللي هيشتغلوا اليوم اللي بعده، عشان الراجل صاحب الشغل مقسمها كده، من 8 ل 4 تقعدوا تشيلوا، ومن 4 ل 5 تحملوا في الشكار عشان اليوم يخلص على كده، واليوم اللي بعده الناس اللي هيشتغلوا برضه هينزلوا ويحملوا على العربيه. في مميزات للشغلانه ديت انها باليوم، يعني مثلا ممكن تشتغل يوم الاحد بس اللي هو يوم الاجازه، ممكن تشتغل يوم الاربعاء بس، يوم السبت بس، اللي هو حاجه باليوم، وكمان تاخد فلوس مش قليله ومش كتيره، متوسطه من 1200 ل 1800، حاجه كويسه يعني. ولو انت مثلا رحت اشتغلت من 8 الصبح وجات مثلا الساعه 12 او 1 وحسيت نفسك مش قادر او تعبت او ايا يكن، هتقول للراجل انا عايز امشي، وتدي له اي ظرف انك تعبان او اي حاجه، بس يكون ظرف حقيقي يعني، وتروح ويحسب لك عدد الساعات. يعني مثلا انت اشتغلت 5 ساعات هيضربها في السعر اللي متفق معاك ويدي لك فلوسك عادي خالص. العيوب بتاعه الوظيفه ديت، اول حاجه انها مرهقه جدا 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 وتعب. تخيل تشتغل 8 او 9 ساعات في اليوم، فحاجه متعبه جدا وشياله وموال. والعيب التاني انها مش دايمه، يعني مش كل يوم هتلاقي شغلانه دايمه، مش كل يوم هتلاقي ان الراجل يقول لك تعالى اشتغل، لا، في اوقات ممكن الشغلانه تلاقيها مثلا ايام معينه، ايام اللي محتاجين فيها شياله، في ايام تانية مش محتاجين فيها شياله فمش محتاجين فيها شغل. خلاصه تجربتي من الحوار ده انه حوار كانت تجربه كويسه وحاجه كويسه، لو واحد مش عنده لغه خالص في روسيا خالص، مش عنده لغه، ممكن تشتغلها عادي جدا، بسيطه باليوم، ممكن تشتغل يوم الاجازه بتاعك، على الاقل تكتسب خبره، تجرب حاجه جديده وتشوف لو مشيت فيها والدنيا كويسه تجرب تاني، لو مشيتش فيها تشوف حاجه تانية. ومش كل الاسترويكا او مش كل شغلانه البناء يا جماعه مبنيه على الشياله والحط، لا، في حاجات تانية نقاش، في حاجات تانية تنظيف، في حاجات تانية بوهيه، في مليون حاجه. فانا قلت لكم بس اللي هو التجربه بتاعتي وبس يا جماعه. ده كده الفيديو، ده كده اول مره احكي لكم عن شغلانه انا اشتغلتها في روسيا، عشان دي اول شغلانه اشتغلها في روسيا. وبس، شكرا على المشاهده، وقولوا لي بقى رايكم، ايه رايكم في الشغلانه دي، كويسه وحشه؟ وشكرا على المشاهده يا جماعه، واشوفكم فيديو جاي، وسلام.